دكتور، افتتاح اكثر من رائع، مبنى اكثر من رائع، بالفعل نقدر نحتفي بيه ونقول نادي طنطا على طريق فعلا للعوده كنادي كبير جدا. بنهدي المجهود ده طبعا بنهدي الله سبحانه وتعالى اعضاء النادي ان احنا يعني كلهم كل حب وتقدير، واللي احنا يعني مجهودنا المتواضع بجد يعني عشان نخدمهم، وان هم يستحقوا ان اثناء المعاناه اليوميه والمجهود اللي بيعملوه في وسط الشعب ده يبقى في مكان جميل يقدروا يتمتعوا فيه ويقضوا جميل ويبقى حاجه تليق بيهم. دكتور، المبنى بسم الله ما شاء الله رائع، في انتظار باذن الله الصاله مغطاه لنادي طنطا. تقول ايه لاعضاء الجمعيه العموميه في اليوم النهارده؟ الهويه بين ايديكم وهم لهم التقدير، وفي الاخر يعني زي ما قلنا على شكرهم قداما لامانه، ونرجو ان هو يروح للمستحقين ايا كان اللي هم يستحقوا. احنا راضيين برضه ايا كانت النتيجه، شويه احنا جوه المجلس احنا بنقدم الاعضاء معاهم، احنا مش في المجلس، ايدينا مع اللي هم عايزين موجودين ونتحمل المسؤوليه. نتمنى دكتور، لو فكر ان شاء الله توعد اعضاء الجمعيه العموميه بيه؟ اولا ان استكمال الانشاءات اللي هي في طور الاستكمال، اضافه الجديد لحضرتك النادي، الجزء اللي هو ما تمش تطويره يتم تطويره ان شاء الله. يعني من ضمن الاهداف برضه ان يكون في مجمع فريش، يمكن زي ما سمعت النهارده في وعد ان في 10 تدريبات جديده مخصصه للنادي. نتمنى ان احنا نلحق يكون ده في الوقت اللي احنا كان ربنا وفقنا هنا في المجلس نقدر نحط اللجنات الاولى فيه، يكون برضه دور جديده لاهل طنطا ان شاء الله، اضافه للمكان الموجود. بالتوفيق لحضرتك دكتور، وبنشكر حضرتك تواجد معانا على موقع طنطا. شكرا يا دكتور.